هلوز، عاملين ايه يا اصدقائي؟ السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقه رقم 8 من سلسله احصائيات وارقام لاعبين النادي الاهلي. نخش في الحلقه. النهارده معانا لاعب مش اي لاعب، لاعب اختار الاهلي في وقت ما ابناء الاهلي باعوه. لاعب ما هموش الفلوس ولا اي حاجه غير انه يجري ورا حلمه بس، وهو النادي الاهلي. لاعب شبهي وشبهك، ابن بلد طيب سالك، وعشان طيبه قلبه وسلكانه وربنا كرمه من وسع وخلاه يكتب اسمه في الاهلي بحروف من ذهب، وبقى اسطوره تتغنى بيه الجماهير لسنين وسنين. لاعب وعد فاوفى، قال لك اهلي بركات وابو تريكه راجع، وفعلا صدق في كلامه. لاعب ممكن تعرفه لو قلت كلمة واحدة، سواء ممكن أو القاضي. معانا القاضي محمد مجدي قفشة. أقول إيه وأعيد إيه يا قفشة بيه؟ الاسم محمد مجدي محمد مرسي، من مواليد الجيزة 6 مارس 1996. النشأة محمد مجدي قفشة من ناشئين نادي إنبي. انتقل موسم إعارة واحد لفريق الرجاء مرسى مطروح، وبعدها في 2018 انتقل لبيراميدز عشان يقضي معاهم موسم واحد، وفي 2019 ينضم للنادي الأهلي ويبدأ رحلة المجد والنجاح. نبذة عن قفشة. قفشة ما يوصفوش كلام كتير قوي، هو باختصار راجل المواعيد الكبرى ورجل المباريات الكبرى، رجل أحلى وأمتع الليالي، رجل نهائي التاسعة ورجل نهائي العشرة ورجل نصف نهائي كأس العالم للأندية. قفشة صانع ألعاب، لما بيكون رايق في الملعب بيوزع حلويات وبسبوسه وقطايف ولطايف زي ما انت عايز تقول. بيقدر يعمل حاجات افتقدناها في الاهلي كتير. بالعربي هو رمانة الميزان في خط وسط النادي الاهلي لما بتكون الغزاله رايقه. مكانة قفشه في قلوب الاهلاويه ما يعرفهاش غيرهم، لانه ببساطه حتى لو مستواه قل شويه شويتين، برضه مكانة مجدي قفشه في قلوب الاهلاويه ليها رصيد كبير قوي قوي قوي. لان ببساطه جمهور الاهلي ما بينساش حد ضحى عشان الاهلي، حد اشترى الاهلي وقت ما الاهلي باعوا اولاده عشان الفلوس. لاعب عمره ما فكر يتشرط على النادي، لاعب لما النادي احتاج ان هو يجدد له مضاله على بياض. لاعب سجل للاهلي هدفه الاغلى في التاريخ والاغلى في الديربي. لا تقول لي كاس السلطان حسين ولا دوري منطقه القاهره، لا تحكي لي عن الجيزه والفيوم ولا يعادله صاروخ منصور ولا اهداف شحاته والخطيب. هدف ببطوله هي الاغلى في تاريخ الناديين، هدف تتداوله الأجيال جيل بعد جيل، الولد ثم الحفيد. نخش في أرقام مجدي قفشة مع الأهلي. محمد مجدي قفشة لعب مع الأهلي 191 مباراة، سجل 37 هدف وصنع 39 هدف، وحصل على 9 كروت صفراء. نقسم المباريات والأهداف. محمد مجدي قفشة لعب مع الأهلي في الدوري 116 مباراة، سجل 23 هدف وصنع 27. ولعب مع الاهلي في افريقيا 43 مباراه، سجل 10 اهداف وصنع 7. ولعب مع الاهلي في كاس مصر 16 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع 5 اهداف. ولعب في السوبر المصري 5 مباريات، لعب في السوبر الافريقي 3 مباريات، ولعب في كاس العالم للانديه 8 مباريات، سجل هدف في مرمى سياتل وصعدنا بيه لنصف النهائي. البطولات: حقق محمد مجدي قفشه مع الاهلي 12 بطوله، 2 دوري و3 دوري ابطال افريقيا و3 سوبر مصري و2 سوبر افريقي و2 كاس مصر، زائد 2 برونزيه كاس العالم للانديه. محمد مجدي قفشه سجل في 2 نهائي افريقيا، في التاسعه قدام الزمالك الهدف الاغلى القد ممكن لا يمكن يتنسي، ثم في العشره قدام كايزر تشيفز، وفي المباراتين حصل فيهم على رجل المباراه. بالعربي كده محمد مجدي قفشه هو فعلا رجل للمواعيد الكبرى ورجل النهائيات ورجل كل شيء ممتع واحلى الليالي مع النادي الاهلي. قفشه مش محتاجين نقول عنك كتير، لانك باختصار مكانتك معروفه عند النادي الاهلي. نتمنى لك التوفيق ومزيد من التألق يا قفشه بيه، ان شاء الله من نجاح لنجاح مع نادينا الحبيب النادي الاهلي. واخيرا وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه بتاعت النهارده ما تبخلش علينا باللايك والشير، وتوقع مين هيكون نجم الحلقه الجايه. واشوفكم الحلقه الجايه على خير، وطير انا.